بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم نشرة الأخبار من جمهورية الملوخية المتحدة من القدر، ونستهلها بالحلبة المنقوعة من الطاوة. التقى اليوم رغيف ابن خبز فحمي ابن حطب باستكمال مدتها 10 دقائق، ثم انتقل إلى طاولة الاستراحة. التقى الشاي مع السكر، وكان باستقبالهما 20 كلسا من المغسلين. ضاع طفل يبلغ من العمر 25 لعنة، فمن لاقيه فلطمتين بالجزمة وله جزيل الشكر، أو الاتصال فوريا بهذا الرقم 00 أيوة زيدوا فتوا زيدوا وله جزيل الشكر. ما دامت المفاوضات بين الذباب والناموس ولم يحصل بينهم أي احتكارات. الأنباء بالتفصيل. تغمد الله وزيرة الدجاج تنازل العمر 25 بيضة، وقضى معظمها داخل الشبكة، وكان بتشيء جثمانها كيلا من الفراخ إلى مثواها الأخير في مطعم الوحدة بعد الصلاة عليها داخل الشواية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما قاموا رجال القمل بالدبابات وأسقطوا 3 طائرات على الناموس فجر هذا اليوم. حكمت محكمة مطعم الوحدة على 25 دجاجة بالإعدام بدون أي ذنب. إعلانات: حليب بكتيريا مقوي ومنعش، صابون قمل لغسيل أنظف وجودة عالية، أجمع 5 أغطية من الذباب تحصل أجلطة مجانا من شركة جرمان حمد جرمان وإخواني التجاريين. قال هذا العجين مش حلو. قال أنت عمر أبوك ما تعرفين تخبزين مثل ما الناس. مش الحل؟ دقيقة البركة يحل لك المشكلة. خبزي وشوفي وجربي، والخبز الحائلي والأشياء حبيبي. قال انضرب. طباخ شكلكم أنا كلكم، لحظة غير لونكم وهطيب أنا طعمكم. يلا يا طباخ، وانت يا ابو داواتي لك اتدلع واغني لك، خلي اللحمه تحكي لك. انا افعالي انا الطباخ، رخيصي كله زي الفل، واسعاره كلها ترضي الكل. الطباخ الزيت المفضل للعيله. مداعسك دلوقتي اقدر اعطيك مداعسك هم الان بالاسواق، تقدري تشتريهم لسلامتك وسلامه اسرتك. زيت مداعسك، حليب يماني مبتك الركب مطاير الاعصاب مقوي ومنعش. ونواصل اليكم نشرتنا الاخباريه من جمهوريه الملوخيه المتحده من القدر. اختطف مساء امس مدينه الحديده حمار من طلاب المياه، وقال الشاهد عيان انه تم خطفه وهو خارج من منزله ليتلقى بعض الاعمال الشاقه. وما زال رجال شرطه الزعارير والجهات الامنيه يبحثون عنه في انحاء المديريه. احمد طاحس من وراء البرميل. اخبار الطقس والحراره. طلعت درجه الحراره في اجفال الباميه، وكان بهبوطها 5 طماطيس على الاقل. اخبار الرياضه. تبارى فريق القمل وفريق الناموس داخل البطانية، وفاز منتخب القمل على فريق الناموس ب5 أهداف وتأهل للبطولة النهائية. وانتهت نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، الخامسة لهذا اليوم، وسوف نوافيكم بنشرات أخرى في الساعات القادمة. طبعا هذا حسابي الحقيقي، والذي يقوم بانتهاك الحقوق ويقومون بإضافة المقطع ويقومون يضيفوها على صفحاتهم فهذا غير صحيح، وإنما هذا هي صفحتي الحقيقية. وتابعونا على قناة الأبابة، سيأتيكم كل جديد في الساعات القادمة. إلى اللقاء.